المطبخ المغربي يتربع على عرش المطابخ العالمية في استفتاء جماهيري شارك فيه الملايين عبر العالم في موقع انستغرام، مواجهة إلكترونية أبطالها أكثر مطابخ العالم شهرة وأعرقها على مر الزمان، ليكون المتوج المطبخ المغربي بغناه وتنوع أطباقه. تقرير فردوس الحرج. After millions of votes in puberty's biggest ever, you decide the #1 cuisine across the planet is Moroccan cuisine, has been crowned the champion. إخوان والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة أخباركم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبنا لكم هذا الفيديو الجميل ديال الشيف العالمي موحى، بطبيعة الحال الشيف المغربي المعروف اللي دخل على الخط من بعد ما توج المغرب كأحسن طبخ في العالم واحتل المرتبة الأولى أمام عدد كبير من الدول المتقدمة والمشهورة بالطبخ ديالها. دير لايك الفيديو ونتلاقاو في الآخر. بهذه الكلمات أعلن الطباخ العالمي غوردون رامزي أن المطبخ المغربي فاز باستفتاء جماهيري على منصة انستغرام. استفتاء مضمونه من هو المطبخ الأفضل في العالم. بتنوعه وثرائه تمكن المطبخ المغربي من حسم الصدارة بعد أن حصل على 2.5 مليون صوت خلال كافة أطوار المسابقة. تصفيات تمكن خلالها المطبخ المغربي من تخطي عقبة مطابخ عتيدة، بدءا من نيجيريا ثم إيطاليا وصولا إلى اليابان، ثم نزال أخير أمام المطبخ المكسيكي حسمه المغرب بالحصول على 60% من مجموع الأصوات لصالحه. الكسكس، طاجين، بسطيلة، المروزية والرفيسة وغيرها من الأطباق التي تستهوي عشاق مزيج النكهات المميز الذي يقترحه المطبخ المغربي. كيف لا وهي أطباق تبدعها أنامل شغوفة من ربة بيوت تفنن وأبدعا إلى طهاة حملوا على عاتقهم واجب السفر بخبايا هذا المطبخ وتمثيله في كافة بقاع العالم. هنا حيث تستهويك رائحة الطهي قبل أن تتذوق ما جادت به خلطات تستمد أصالتها من مزيج من تقاليد الطهي الأمازيغية العربية والأندلسية. مطبخ نابع من تراث ثقافي غني، تراث ينهل من كل ركن وزاوية في بلادنا، تراث بسمعة لا جدال فيها، سمعة تردد صداها جليا لتكتب بمداد فخر الفوز في هذا السباق الرقمي الذي أتى ليؤكد على مصداقية القول أن التفوق على أرض الواقع لابد أن يوازيه تفوق في الوسائط الاجتماعية والنظم الرقمية لا محال. فما قد يبدو ظاهريا تصويتا عفوي هو في الحقيقة انعكاس لمكانة الثقافة المغربية التي بدورها ليست خارج السباق الرقمي العالمي. كسب هذا الرهان يؤكد على شعبية المطبخ المغربي بين أوساط السياح الأجانب، إذ أن تراث المائدة في أي بلد في العالم يعد عنصرا أساسيا في عملية تسويق الثقافة وإشعاعها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مراكش الطباخ العالمي شيف موحى. شيف موحى، شنو اللي كيجعل من المطبخ المغربي كيوصل لهذه الشهرة العالمية وكيتصدر المطابخ العالمية في المسابقة اللي أعلن عنها الشيف البريطاني الشهير غوردون رامزي؟ مساء الخير. اولا انا فخور وفرحان بانه وكنت على يقين بانه ديما تنقول بانه الطبخ المغربي هو الاول عالميا، والشهره راجعه الى عنده شهره عالميه. هي اول حاجه تاريخ ما كنهضرش فقط على تاريخ المطبخ المغربي، كنهضر على تاريخ المغرب، لانه ملي كنشوفوا لي فوي ملي كنرجعوا لي فوي اركيولوجيك كنشوفوا بانه المغرب يعني عنده واحد الاستقرار، ومني كتكون من الشعوب اللي عندها استقرار، ومني كتكون الشعوب عندها استقرار اوتوماتيكمون عندها واحد كيف تنقولوا كتكون عنده الفلاحه والزراعه. ملي كتكون عنده الزراعه يعني كتكون عنده علاقه بالطبخ. شيف موحى، خلال التجربة ديالك داخل وخارج أرض الوطن، شنو هي أبرز الأطباق المغربية ذات الصيت العالمي واللي ما يمكنناش نتحدثوا على المطبخ المغربي بلا ما نذكروها؟ كيف سمعتوا غوردون رامزي الشيف العالمي اللي هو معروف عالميا قال بانه ما عمرو ينسى ليكسبيريونس ديالو منين داق كيف تنقولوا اما التريد او الرفيسه بالدجاج البلدي، قال لك عمرو ما ينساها في حياته. دونك حنا عندنا اللي مهم عندنا داق شي حاجه اللي ما معروفاش عالميا بحال الرفيسه كنعرفوها غير حنايا. دونك كاين بطبيعه الحال كيف تنقولوا نقدروا نبداو بالبسمه البيصاره حتى
حتى البسطيله، وندوزو على كيفاش نقول كسكسو، اللحم بالبرقوق، بسطيله، المهم كاع الاطباق المغربيه اللي معروفه خصنا نزيدو نعرفوا على التاريخ والاطباق المغربيه ديالنا. وفوالا هادشي اللي كاين. شيف محا، برأيك أين تكمن أهمية هذا الإشعاع على مستوى الوسائط الرقمية بالنسبة للطبخ المغربي، وكيفاش كيساهم الطبخ أنه يعزز الجاذبية السياحية والإشعاع الثقافي والتراثي لوجهة المغرب؟ اول حاجه الطبخ المغربي هو الوجهه السياحه للمغرب. المطبخ المغربي كيعاون باش الناس يجيو للمغرب، والمواقع الاجتماعي هي اللي كتوصل الاطباق ديالنا، كتوصل العالميه. كيفاش نقولوا المطبخ المغربي كتوصلوا للناس، والناس كمني كيذوقوا ولا كيشوفوا الاطباق ديالنا كيعجبهم، كيذوقوه وكيوصلوه للناس الاخرين، لانه تو سويت مواقع التواصل الاجتماعي كتكون غير كيذوق شي واحد شي حاجه كيصيفطها للاخر، كيعاود يصيفطها للاخر، والناس كيبغيو يرجعوا للمغرب ويزوروا المغرب ويذوقوا الاطباق ديالو. وهذا الشيء راه معروف على الصعيد العالمي. كيف كتشوفوا انا اللي كنحاول ندير في انستغرام هو نعرف على الاطباق ديالنا العريقه القديمه اللي هي كاينين مخطوطات في من القرن 12 13، وكاينين كتبها اللي هما كيبينوا بانه عندنا واحد الحضاره عريقه في الطبخ المغربي. كما شفنا اخوان والاخوات، هادو معلومات جميله جدا من عند الشيف العالمي، الشيف المغربي موحى. بطبيعه الحال اللي عطانا واحد المعلومات قيمه. كلنا كنعرفوا بلي التاريخ ديال الطبخ المغربي فهو تاريخ عريق، وبعض المعلومات اللي استقيناها من خلال هذا الروبورتاج هذا، او من خلال هذا الفيديو هذا، خصوصا علاقه الطبخ بالزراعه في المغرب. والحمد لله ان الشتاء متواجده بواحد شكل كبير، يعني في عبر ازمنه غابره، ولا مؤخرا كنشوفوا بلي كاين شويه ديال الجفاف، لكن الحمد لله دائما المغرب كيزخر بالاراضي الفلاحيه بشكل كبير. والدليل على ذلك اننا من الدول المتقدمه في تصدير الفواكه والبواكر الى اوروبا. نتمنى بطبيعه الحال ان الفلاحه في المغرب تزدهر بشكل اكثر. نتمنى ان الاطباق المغربيه اللي كنعرفوا من زمان واللي تطورات عبر العصور دائما تلقى اقبال من طرف السياح الاجانب. وكما جاء على لسان الشيف موحى، فالمأكولات المغربيه من بين الاسباب اللي مهمه علاش الاجانب كيجيو للمغرب باش يذوقوا المأكولات المغربيه. الا ذكرنا الرفيسه، الا ذكرنا البسطيله بشتى انواعها، الا ذكرنا الحريره ابسط ما يكون، الا ذكرنا حتى البصاره مثلا، نذكروا بزاف ديال المأكولات. غير بالراد ديال اتاي بالشيبه او بالنعناع فهو عنده واحد الطعم خارق للعاده. وحنا بالنسبه لنا كمغاربه كيجينا، يعني اكيد كيجينا بنين، كيجينا زوين، ولكن عادي ولفناه. لكن ملي كيجي واحد اجنبي وكيتذوق واحد البراد ديال اتاي مشحر على حقه طريقه ومنعناع، راه ما شاء الله قمه المتعه بالنسبه للمأكولات. كنشكركم الخوت اللي تبعتوا معنا الفيديو حتى الاخير. شكرا لكم، السلام عليكم.